اعود اعود مرة اخرى على اليوتيوب. انا عيل هنا، انا هنا عيل، قولوا لي هنا، قولوا لي يا عيل. كل مرة اقول بقى بص، انا عندي شغف في يوتيوب وهخش بقى وادوس في القناة من 2000 متابع، عايز تبقى 100,000 متابع، وخش بقى وسط الحيتان اللي هنا، واسيبني بقى من الفيسبوك كده واركز بقى هنا. انا هركز هنا. معرفش ايه اللي بيحصل. يعني نسأل الله ان هو يكرمنا في اليوتيوب. انا لسه ما اثبتش نجاحي على اليوتيوب. الفيسبوك كان عندي 700 واحد، بقوا 118,000، رضا. اليوتيوب انا عندي 2000 لسه، ورور. انا ورور الزملكاويه هنا. فيعني نسأل الله النجاح والتوفيق من عنده. فيعني اشتراك في القناة وفعل زر الجرس ولايك ودعم الفيديو كده بأي حاجة، يمكن ربنا ينفخ في صورتي وفيديو يتشاف شوية. المدرب المصري أم الأجنبي في نادي الزمالك؟ ده سؤال الفيديو. احنا من الآخر بيتنصب علينا وبيضحك علينا. من الآخر بيأكلوا لنا الأونطة أو أي حاجة، بيأكلوا لنا الأونطة في الشنطة ولا أي حاجة. دايما بشوف نادي الزمالك ما عندهوش سكواد كامل متكامل منذ 2005 6 بقى، الحالة بتاعت العشرية السوداء دي، لحد 2025، غير مرتين سكوادين بس 2 بس، تشكيلتين بس في 20 سنة. ده بجد يعني كمل بس يا عم الفيديو، كمل الفيديو بس يا عم وسيبني نلعلع. انا شايف ان تيم 2015 بقى احمد الشناوي، كوفي، معانا علي جبر، قول بقى التشكيل بتاعك ده، وباسم مرسي بقى قدامه ايمن حفني والجيل الذهبي ده اللي هو باظ مره واحده بعدها بسنه ولا بعد ضرب جزاء كهربا الشؤم. تمام. والجيل بتاع نهائي القرن بن شرقي ومصطفى محمد وابو جبل والتيم ده ضاع. غير كده غير كده انا ما ينفعش يبقى عندي مدير فني اجنبي، لان انا ببساطة شديدة جدا ما عنديش الادوات اللي هي المدير الفني ياخد مني الاداة اللي هو اللاعب اللي هو بيديني 6 7 من 10، يخلولي 10 من 10، ويخليني ابيعه ب8 9 مليون دولار، وهكذا. ايه ده؟ يعني هي دي الفكرة كلها؟ هي دي الفكرة كلها. انا عندي لعيبة دلوقتي، في لعيبة بتديني 4 من 10 و5 من 10. لو جبت لهم بكرة جوارديولا هيدوني نفس الارقام، ممكن نص زيادة، درجة زيادة. طب انا بلعب في بطولات ايه؟ بلعب في دوري وكاس وكونفدرالية. ايه كونفدرالية؟ اللي انا عايز اقوله من الفيديو اللي انا جاي كده الساعة مش عارف الساعة كام دلوقتي، 2 ولا كام، ومحدش هتلاقيه بيتفرج عليا وحالتي نيلة، ان المدير الفني المصري بالنسبة لنادي الزمالك في هذه الظروف وهذا الوقت هو افضل من المدير الفني اجنبي، لان المدير الفني اجنبي عمره ما هيزود حاجة عن المدير الفني المصري. اذا انت بتوفر دولارات كتير جدا جدا كل سنة تقدر تشتري بيها لعيبة بفلوس. فانت كده المصلحة عندك انت والنجاح عندك انت، لان انت بتوفر فلوس وبتجيب بيها لعيبة. لكن انت عندك مدير فني اجنبي فما بتعرفش تجيب لعيبه كواليتي عالي، ففي نفس الوقت بتجيب لعيبه اقل،
فالمدير الفني ما بينجحش معاهم، فبتضيع فلوس هنا بتضيع فلوس هنا. فهي دي فكرة. مدير فني مصري بلعيبة كويسة بتوفير فلوس. المدير الفني أجنبي تقدر تجيب لعيبة كواليتي عالي. مدير الفني المصري يطلع بيهم أو يطلع منهم أفضل حاجة، فتقدر تنجح لسنوات طويلة وتنجح قدام. لما تيجي بقى بص، أنا خدت دوري أبطال أفريقيا أو وصلت نهائي دوري أبطال أفريقيا مرتين بمدير فني مصري وخسرت ومعاه نفس التيم، فجيب له مدير فني أجنبي تمام بنفس التيم عشان يعلي لي بقى الدنيا ويطلعني بقى للسما. ملخص الكلام عشان خلصت في الفيديو: عندك لعيبة وعندك لعيبة على أعلى مستوى ولعيبة دولية ولعيبة تطلع نار من بقها وبتشارك في بطولات كبيرة، هتلاقوا مدير فني أجنبي. لكن ما عندكش لعيبة وما عندكش كواليتي، خليك مع المدير الفني المصري اللي هو أحمد عبد الرؤوف. يا رب يكون الكلام عجبك كده. أنا عارف إن أنا جاي برضو وأقول لك بقى بص واستنى فيديوهات على أعلى مستوى في القناة وأعمل لكم صورة مصغرة. لايك واشتراك في القناة وفعل زر الجرس وخلاص، وأنا مش هقول حاجة تاني. وجهة نظر في الكومنتات يا عم. سلام.